لو انت بتلعب كوره في مصر وحاسس انك مظلوم، احكي لك قصه لاعب استنى 30 سنه عشان يلعب دوري ممتاز واخد هداف الدوري ولعب للمنتخب وراح نادي من انديه القمه. باولو نصيبك جول جول جول. باولو بتاع الاجوان. كابتن حسام باولو بالنسبه لي من اكتر اللعيبه الاندر ريتد في تاريخ الكره المصريه. هقول لك ليه وازاي لعب كوره متاخر ووصل دوري ممتاز وهو عنده 30 سنه، واحكي لك مشواره ايه وايه قصه ان هو بيع مرات اخوه ذهبها وازاي وصل الزمالك وايه حكايه مصر للطيران. حسام سلامة إبراهيم حسن اتولد 15 نوفمبر 1983 في القليوبية. كان بيلعب في دوري مراكز الشباب، لعب فيه كل الرياضات، طايرة وكرة سلة وكرة قدم. وهو عنده 15 سنة راح اختبر في النادي الأهلي والزمالك، وصل الاختبارات النهائية في الزمالك وهو وأربعة زمايله كانوا بيختبروا معاه كلهم اتقبلوا إلا هو، واترفض في اختبارات النادي الأهلي بسبب إن هو كان قصير. المهم وهو عنده 20 سنة يروح نادي قها في الدرجة الرابعة من دوري مراكز الشباب. كان مرتبه هناك في اليوم 3 جنيه بدل مواصلات بس. بعدها راح نادي توخ. المفاجأة ان هو هناك ما كانش بيلعب كرة قدم، كان بيلعب كرة طايرة. فضل سنة هناك يلعب كرة طايرة لغاية اما النادي عمل دورة ودية وشارك حسام باولو بفرقة والفرقة دي وصلت للنهائي. المهم بقى مين كان بيتفرج على النهائي؟ المدير الفني للفريق بس لكرة القدم.